أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. بدأ طبعا هذا نهاية البرد وبداية دخول الربيع. نلاحظ بداية ظهور أو أزهار الباشن فروت. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله، بدأت الأزهار تظهر، أزهار الباشن فروت. فخلال فصل الشتاء نلاحظ أن خلال فصل الشتاء تتوقف أشجار الباشن فروت عن الإنتاج، وتبدأ في الإنتاج من بداية منتصف شهر 2 اللي هو فبراير، وتستمر حتى شهر 4، وبعدها تستمر من شهر 6. تبدأ تظهر الأزهار من جديد من شهر 6 إلى شهر 9. بعد شهر 9 اللي هو شهر سبتمبر تبدأ الأزهار أو أشجار الباشن فروت تتوقف عن الإنتاج. فالموعد موعد ظهور أزهار الباشن فروت بحسب تجربتي أنها تظهر في الربيع مع انتهاء الشتاء وبداية الربيع. طبعا في الشتاء تتوقف نهائيا أشجار الباشن فروت عن الإنتاج. يعني في فصل الشتاء لا نلاحظ ظهور أي أزهار نهائيا في أشجار الباشن فروت. طبعا هذه أول زهرة ما شاء الله تبارك الله ظهرت في الباشن فروت، وسوف تبدأ ظهور الأزهار قريبا. طبعا ونلاحظ مع بداية الربيع تبدأ أشجار الباشن فروت تنتعش وتبدأ تنمو من جديد. لاحظوا نمو الأغصان، لاحظوا نمو الأغصان من جديد، نمو هذا الأغصان أيضا من جديد، تبدأ تنتشر بشكل رهيب ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا هذه الأغصان طبعا ظهرت جديدة مع بداية فصل الربيع أو مع انتهاء البرد. يعني سبحان الله، شجرة الباشن فروت عندما تشعر بالبرد لا تنتج، توقف عن الإنتاج. لاحظوا بدأت الأشجار تنتشر بشكل جميل والأغصان تتفرع. هذا ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله. خلال المقاطع القادمة إن شاء الله سوف نقوم بتصوير ظهور الكثير من أزهار الباشن فروت خلال هذه الفترة. فأي شخص عنده أشجار الباشن فروت يعتني بها خلال هذه الفترة ويلاحظ ظهور الأزهار. طبعا الجميع سوف يلاحظ ظهور الأزهار إن شاء الله خلال هذه الفترة القادمة. بالتوفيق للجميع.